السلام عليكم إخواني أخواتي. خبر صادم لجميع محبي أشرف حكيمي. نشرت هبة عبوك زوجة أشرف حكيمي اليوم على صفحتها على الانستغرام خبر طلاقها من أشرف حكيمي. إليكم التفاصيل، ولكن قبل البدء المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ودعمي بلايك وبارتاج للفيديو. عممت هبة عبوك زوجة الدولي المغربي أشرف حكيمي اليوم الاثنين بيانا يفيد بانفصالها عن نجم أسود الأطلس، وشددت عارضة الأزياء والممثلة في بيانها على أنها ستؤازر ضحايا الاغتصاب أياما بعد توجيه هذه التهمة في شأن أشرف حكيمي. وبما جاء في هذا البيان الذي نشرته عبوك في الانستغرام، أشعر اليوم بأنني مضطرة إلى نشر هذا البيان على الملأ لأعبر عن حالتي الذهنية وأوضح بصيغة المتكلم عن حقيقة المعلومات الخاطئة المتداولة. وتابعت الممثلة ذات الأصول التونسية: أنا في حاجة لأفسر حتى أتمكن من استئناف حياتي الشخصية والعامة والمهنية بأقل قدر ممكن من التخريب والصدمة، ولحماية أطفالي قبل كل شيء. وتابعت: لقد اتخذنا أنا وأب أطفالي قرارا بوضع حد لعلاقتنا كزوجين قبل وقت طويل من الأحداث التي وقعت فيها مؤخرا، وتم اتخاذ قرار الانفصال والتوقف رسميا عن العيش معا، وكنا في انتظار إجراءات الطلاق. وتساءلت عبوك في البيان ذاته: من كان يتصور ذلك؟ بالإضافة إلى مواجهة الآلام المعتادة الذي يأتي مع الانفصال وتقبل الحزن الذي يصاحب الفشل. مشروع عائلي أعطيت فيه من جسدي وروحي، كان علي أن أواجه هذا العار. وتابعت: لقد احتجت إلى الوقت لأهضم هذه الصدمة، مع العلم أنني في حياتي كنت دائما وسأكون دائما إلى جانب الضحايا. لذلك نظرا لخطورة الاتهام يمكننا فقط الثقة في عمل العدل. وأنهت عبوك بيانها بقولها: أتوسل إليكم أن تحترموا خصوصيتي وخصوصية أطفالي في هذه الظروف الحساسة. شكرا لجميع الأشخاص الذين أظهروا لي دعمهم وعاطفتهم. احتراماتي. إخواني أخواتي، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ودعمي بلايك وبارتاج للفيديو.